السلام عليكم مشاهدين قناتكم سبع صنايع. مرحبا بكم معايا مجددا في القناة. مرحبا والف مرحبا بالناس اللي عاد زادوا جداد في الاسبوع هذا معنا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس القدام اللي معنا من شحال هادي. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله بحول الله غادا ندير معكم واحد الغريبه اللي كتجي ساهله وبسيطه، مكونات اللي متواجدين في كل دار، يعني دائما كيكونوا متوفرين وهشيشه. المهم بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا المقادير. غنعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير، وتبعوا غير الطريقه اللي كنقول لكم، ان شاء الله تكون ناجحه معكم، غتجيكم زوينه ان شاء الله. هكا الكوتي للوليدات في العيد، في اي مناسبه كتقدم، كتجي زوينه وبسيطه وسهله ودغيا كتوجد. بقاو معايا ان شاء الله. وقبل ما تبداو معايا الفيديو ما كرهتش ديروا لي واحد جيم ولا او لايك، وتخليو لي شي تعليق، ونبداو الفيديو على بركة الله. نبداو مباشرة بالمقادير. عندنا جوج بيضات، كنكونوا مخرجينهم من الثلاجة هكا باش كتنجح معنا الحلوة. عندنا جوج خمارات، كاس ديال السكر سنيدة، سكر حبيبات، كاس ديال الزيت. عندي هنا قطع ديال الشكلاط طريفات، على حسب ديروا ديك بيبي شوكولا او غير قطع هكا ديال الشكلاط مربع وقطعتو طريفات هكا، 10 القطع 12 قطعة تقريبا. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو، وعندي معلقه كبيره ديال المايزينا، وهنا واحد الياغورت طبيعي غير صغير، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير. كناخذ واحد القصريه هكا اللي غنخلط فيها، او اي اناء تخلطوا فيه. ندير قبيصه الملح ضروري، واخا ما قلتهاش لكم في الاول باش كتحسن لينا الذوق. غندير جوج بيضات، نزيد ليهم السكر حبيبات كاس. انا هاد الكاس عندي راه كيهز قياس ديال كاس العنبه. كاس ديال الزيت، وكنزيد داك الياغورت الطبيعي غير صغير، هذا راه ماشي الحجم الكبير، غير صغير، كيخليها تجي هشيشه ورطبه وكتفرتت معانا، ما كتجيش يعني الغريبه قاصحه. حيت كي شفتوا هاد الغريبه هادي راه ما فيهاش كوك ولا كاوكاو ولا شي حاجه اللي غترطبها. داكشي علاش هاد الياغورت كيخليها تجي رطبه، كتعطينا حتى كميه لا باس بها. صافي كنخدموا داكشي مزيان حتى كيذوب لينا السكر مع داك البيض والزيت. انا كنخدم بيدي باش كنتاكد ان داك السكر كامل كيذوب. صافي دابا مني كملت دوك المكونات السائله، غندير المكونات الجافه اللي هو الدقيق والكاكاو. انا هنا درت الكاكاو كيف كتشوفوا راه بني، ماشي داك الكاكاو الكحل. داكشي باش ما جاتنيش كحله، هي كتجي كحله. ديروا كاكاو يعني جوده مزيانه، داك المر الكحل، اولا ديروا ساشيات. كنضيفوا خميره الحلويات جوج، كل وحده فيها 7 غرام. شفتوا رانا درت شويه ديال الدقيق باش داك الكاكاو والنشا ما يتكوروش ليا في الخليط. خلطتهم مع شويه ديال الدقيق، عاد دابا نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. ما نقدرش نعطيكم المقادير ديال الدقيق بالضبط، حيت كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش، كاين اللي بالعكس هو كيطلق بحال كتخلطيه هو كيطلق الماء. المهم انا غنوريكم في الاخر يعني العجينه كيفاش خاصها تكون. هانتوما شفتوا راه درت غير شويه ديال الدقيق وكندلكها مزيان باش كتشقق معانا. غريبات بصفه عامه كيبغيو الدليك، ماشي بحال الحلوه العاديه. الحلوه ما كتبغيش الدليك، ولكن الغريبات بالخصوص كيبغيو الدليك. ما كنديرش دقيق مره واحده، كنبقى ندير شويه بشويه وانا كندلك.
ندلك بالكف ديال يدي بحال هكا. في الاخر كنتحصلوا على عجينه ما كتكونش هكا قاصحه وما كتكونش باقا كتلصق في اليدين، يعني نقدروا نشكلوها، نقدروا نكوروها في يدينا. نحاولوا نجمع دوك الجناب ديال القصريه. صافي كنبقاو معاها حتى كتجمع. هانتوما كتشوفوا ما بقاتش كتلصق ليا في يديا، وفي نفس الوقت راه ماشي قاصحه، راه رطبه. هانتوما كندير صبعي كيدخل فيها. دابا غنحاول ندخل فيها داك الحبيبات ديال الشكلاط، ما درتوش معاه في الاول باش ما يتهرسوش لينا دوك الحبيبات ويذوبوا مع السخونيه ديال اليدين. حنا بغيناهم يجيو باينين دوك الحبيبات. شفتوا هنا العجينه كيجاني اللون ديالها، يعني الكاكاو هو راه الكاكاو هذا المر، ولكن سبحان الله اللون ديالو بني ماشي غير كحل. حاولوا ديروا كاكاو جوده مزيانه. صافي دابا غندوزو باش نشكلوها. خديت هنا السكر كلاصي سبيسيال يعني المزيان، وكناخدو هكا كويره كنكوروها. تما درت غير شويه الماء، وتدير شويه ما زهر. انا درت غير الماء عادي باش ما تلصقش ليا في يدي. صافي وكتبقاو تكوروها هكايا في داك السكر كلاصي حتى كتلبس كامله بالسكر. فندوها مزيان باش يبقى لاصق فيها. اللي حاولات ما تجيبش الكرات هما هادوك في نفس الوزن تستعمل الميزان، كدير وحده وكتبعها، كتوزنها وتبقى تبعها، دير كلشي بحال بحال. كتشوفوني كنضغط هكايا على السكر باش يبقى لاصق ما يطيحش من الغريبه ديالنا. صافي وغنستمر هكا حتى غنكمل ديك الكميه اللي عندي كامله. والفران في هاد اللحظه غنديرها كيسخن، يعني اللحظه اللي تبداو صافي هكايا تكوروا في العجينه ديالكم في الغريبه ديالكم كديروا الفران كيسخن. غريبه كتبغي الحراره مرتفعه، ماشي بحال الحلوه العاديه اللي ماشي مشكل. الغريبه كتبغي الفران يكون سخون مزيان. شنو راه غير وريتكم الحبات الاولين كيفاش ديروا، اما انا راه كنكورهم كاملين حتى كنكمل بحال هكا. عاد كنبدا نخدم في السكر كلاصي باش ما نوسخش يدي.
هانتوما هنايا ملي كملت الطاوه ديالي غنديرها في الفران. هو كيكون سخون مزيان، عاد كنهبطوا ليه الدرجه على 180 درجه الا كان الفران ديال الضو. كان الفران ديال الغاز كنقصوا البوطه كنطيحوها نار مهيله وكنخليوها طيب. كنديروها العاديه، ما كاين لا تحت لا فوق، كنديروها كطيب عاديه غير الفوق. هانتوما كيفاش كتشقق، عفوا كنديرها لتحت. دابا انا مشيت مع الفران ديال الضو انها كدار الفوق، عاد كنهبطوها لداك الرف التحتاني. في ديال الغاز كنديروها لتحت نار مهيله حتى كتشقق لينا هكا. شوفوا النار كيفاش دايره، غاد غنطلعها الفوق. وراه ما كتبقاش في الفران بزاف، السر ديالها ما تبقاش في الفران بزاف، الطياب كامل ديالها من الفوق ومن التحت ما يفوتش 9 دقائق 10 دقائق. يعني ما تخليوهاش في الفران بزاف، غادي نشوفوا غتقصاح. كنديروها لتحت، اون فوا كتشقق كنطلعها الفوق. الفوق ما نخليهاش تفوت واحد 3 دقائق ولا دو كنحيدها، يعني ما كنخليهاش بزاف. واخا تبان لكم راه باقا كتبان لكم بحال اللي خضراء باقا كتحرك، كتخرجوها برا صافي كتبرد، كتولي هي هذيك صافي. كتجي هي هذيك، كتجي بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم. سهله سريعه، مقادير كيف شفتوا عاديين، ما فيهاش شي مقادير اللي تحتاجوا عاد تخرجوا برا وتشريوهم. كلشي كيكون متوفر في الدار. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.